حكايه الزبادي حلو ان احنا ناكلها بالليل، يعني فايده البروتين وممتد المفعول والكلام ده برضو عشان نفهم يعني ليه احنا بنفضل مثلا ناخد زبادي قبل الصيام، الكلام ده كله ايه فايدته بالنسبه لنا؟ احنا لو اتكلمنا عن البروتين بتاع اللبن، ده اكتر بروتين مستخدم حاليا في عمليات تصنيع المكملات وعمليات التغذية او للرياضيين بالذات. البروتين اللبن بيتقسم لنوعين، نوع اسمه كازيين ونوع اسمه واي. الكازيين ده بنقول ان هو من الحاجات ممتدة المفعول، يعني بروتين اللبن بيحتوي على 80% منه از كازيين، بروتين كازيين. الكازيين ده نوع من انواع البروتين بيكون جزء كبير من بروتين اللبن. طب الكازيين ده ميزته ايه؟ ان هو ممكن لو انا خدت كازيين ممكن كانك واخد بروتين لمده توصل لحد 7 أو 8 ساعات. يعني لو انا بعمل رياضه طويله، لو انا هصوم، لو انا عامل صيام متقطع، لو انا هلعب رياضه عنيفه ومحتاجه بروتين بنسب عاليه قوي والفترات طويله، ممكن ابدا قبل التمرين بتاعي او قبل الصيام او قبل المناسبه بتاعتي ابدا اخد كازيين، فكأن جسمي واخد بروتين لفتره قد تستمر لحد 7 ساعات.